السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصروا أول مرة على اليوتيوب. عملنا السردين بانيه ولا أيوة عملناه بانيه. لازم ندلعه ونحبب أولادنا في كل الأكل الحاجات المفيدة. ب60 جنيه عملنا وجبة غدا رائعة جدا ودلعنا أولادنا. عملت منه شيش طاووق قبل كده وملحته، وعملنا منه وصفات جميلة جدا، وعملته كمان صينية وشويناه على البوتاجاز من غير دخان ومن غير تعب. لو حابة تشوفي الوصفات موجودة عندي على قناتي. شايفين الجمال، شايفين السلفونية والقرمشة بتاعته مقرمش كده، واولادنا هيعشقوه جدا. محدش هيصدق ان ده سردين بجد. سردين متدلع، دلع يا جماعه، دلعوه بجد، ويستحق بجد من الفايده بتاعته وطعمه الجميل احنا ندلعه بجد. ويلا بينا عشان نشوف الجمال حلاوه دي اتعملت ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اعمالنا صالحه خالصه لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منا شيء ولا الشيطان منا نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيساعدني. عايزه شير كتير كتير عشان الفايده تعم على الكل، ومستنيه منكم كومنتكم بتاعكم الجميل الحلو. ويلا بينا عشان نشوف الجمال الحلوه دي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجه انا معايا السردين بتاعي، هبتدي اجهز التتبيله بتاعتي. انا معايا معلقه من الدقيق، ومعايا عصير ليمونه، ومعايا الملح بتاعي ده طبعا على حسب الكميه وحسب اللي انت بتحبي قد ايه. انا حطيت معلقه صغيره، ونزلت كمان بربع معلقه من الفلفل الاسمر. وابتدي اتبل بقى بهاراتي، توم باودر، معلقه صغيره توم باودر، ومعايا بصل باودر، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكركم، او نص معلقه، وحطيت رشه كاري، وربع كوبايه من الميه. وابتدي اقلب الخليط بتاعي دوت. طبعا لو كميه معاكي اكبر، او حسيتي ان الخليط بتاعك ده ناشف شويه، تقدري تزودي كمان ميه، او معلقه نشا كمان مع ميه حسب الكميه بتاعتك. انا حطيت النهارده دقيق، كنت بستخدم قبل كده نشا، ممكن ما بين النشا والميه زي ما انت عايزه. زودت الميه كمان معايا عشان حاسه ان هي مش كافيه، لان انا عايزاها تخش كده ايه في السردين، تاخد التتبيله كلها. لان هقول لكم دي اللي هتبقى ماده الربط مع الفيجيتار بتاعنا او البقسماط بتاعنا. لان انت لو محتاجه ميه بعد كده تقدري تحطي. جبت بقى فص من الثوم كده فريش كده، وابتديت ايه بشرته او فرمته زي ما انت موجود عندك في الفريزر، اي حاجه مش مشكله. نزلت كده بفص الثوم بتاعي الفريش بتاعي المبشور، وابتديت قلبت بقى ايه الخليط بتاعي. دي بقى الايه التتبيله بتاعت السردين بتاعنا. زي ما انتم شايفين طبعا السردين بتاعي بسم الله ما شاء الله طازه، وبلدي بتاعنا الجميل اللي فيه اللمعه الحلوه دي. انا طبعا منضفاه، بس حبيت ايه اوريلكم قدامكم كده. انا تحت الميه طبعا شلت الراس وشلت البطن وشلت القشره كمان اللي بره. يعني نضفت من بره القشره كلها وشلت الراس كمان والامعاء بتاعته. ابتدي بقى اشيل ايه السلسله اللي في قلب ايه السردين من جوه. انا عايزاه بقى يبقى زي البانيه كده بالظبط، ما فيش فيه شوك ولا اي حاجه، يتاكل زي الفراخ بالظبط كده. اي شوكه اي حاجه تقدري تشيليها بايديكي. عايزه اقول لكم تنظيفه ما بياخدش وقت خالص اطلاقا. شلت السلسله بتاعتنا كده والشوك اللي فيها خلاص. السردين البلدي بتاعنا ما بيبقاش فيه شوك كتير. زي ما انتم شايفين كده شلت كل الشوك اللي عليه ونضيف خالص، ان اولادنا ياكلوه مش هيبقى متعب معاه. شلت بقى جزء منه. طبعا انا بعشق السردين المشوي، فلازم طبعا جبت سردين لازم اشوي حبه. شلت على جنب حبه بقى كده اشويهم. طبعا انا عامله فيديو قبل كده قايله لكم ازاي تقدري تشويه على البوتاجاز من فوق من غير دخانه ولا تعب ولا اي حاجه خالص. هبتدي بقى اتبل السردين بتاعي في الخلطه بتاعتي الجميله دي كده، وابتدي اقلبه واقعده بقى في التتبيله زي ما انت عايزه. نص ساعه، ساعه، ساعتين، زي ما انت عايزه، قعدي الوقت اللي انت عايزاه فيها. هقلب بقى السردين بتاعي كويس جدا في التتبيله بتاعتي لحد ما يتشرب معايا خالص. وبعد كده بقى هغطيه واسيبه معايا لحد بقى ما اعمل الرز بتاعي وسلطتي وكل حاجه. لان اخر حاجه بقى ان انا اقليه كده بقى عشان يبقى مقرمش معايا وسخن معايا لوقت الاكل. اظن مفيش اسهل من كده خالص، وحاجه هتديكي نتيجه رائعه جدا. بس طبعا ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك والشير لاصدقائك وعائلتك وحبايبك كلهم، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن وكل يستفيد ان شاء الله وتاخدي الاجر معايا. بعد ما قعدت في التتبيله بتاعتي جبت بقى الفيجيتار البقسماط بتاعي. انا بصراحه ما اكذبش عليكم، بعد ما استخدمت اول واحدتين في الفيجيتار حسيت ان الصوص بتاعه او الماده اللي فيها نشفت شويه. السردين شرب الميه اللي انا كنت حطاها،
فمسكت كده معلقه، نص معلقه صغيره بتاعت شاي من النشا على ربع كوبايه من الميه، وقلبتهم وحطيتهم عليه عشان يمسك معايا الايه الفيجيتار معايا او البقسماط معايا. اضغطي بقى بايديكي كده زي ما انت شايفه في قلب البقسماط بتاعنا الجميل ده. لو عايزه تعرفي اسم البقسماط اللي انا بستخدمه انا هكتب لكم تحت، يعني اكتبوا لي في الكومنت وانا هقول لكم النوع اللي انا بستخدمه. بصراحه رائع جدا ولونه جميل، بيدي نتيجه حلوه قوي كده، مش ناعم ومش خشن، وبيدي نتيجه زي الايه الستريبس بتاع بره والبانيه الجاهز بتاع بره. خلصت كل كميتي زي ما انتم شايفين كده، هبتدي اقلب الكميه دي على ما اعمل الكميه التانيه اللي فاضله معايا. زي ما انتم شايفين ما خدش وقت خالص مني. ابتدي احطه كده في الصوص بتاعي كده اللي هو التتبيله بتاعتي عشان يمسك البقسماط، لان هي دي تبقى ماده الربط بتاعتي. لو عايزاها الطبقه بتاعت القرمشه اعلى، هتبتدي تحطيها في الصوص تاني او في الميه وترجعي تحطيها في البقسماط تاني. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مسك فيه كده بالمنظر ده كده، واروح بقى احمره وارجع لكم واوريكم الجمال والحلاوه بتاعتنا. وما خدش وقت اطلاقا معايا. اول ما طلع حطيته في المصفى معايا كده، واسمعي بقى صوت القرمشه والطعم وريحته. والله جوزي ما كانش مصدق ان ده سردين من جماله وحلاوته بجد، واولادي فعلا ما كانوش بيحبوا السردين والسمك، اكلوه من جماله. ان شاء الله تجربي الوصفه والوصفه تعجبكم، ومستنيه تطبيقاتكم تقولوا لي رايكم في وصفه النهارده. لو في اي سؤال او اي استفسار انا تحت امركم، ولو في عندكم اقتراحات لاي وصفات تانية انتوا حابين ان انا اقولها لكم يا ريت تكتبوا لي وانا تحت امركم. يا رب وتكون وصفه النهارده عجبتكم، واشوفكم فيديوهات تانية. اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.